حصل تواصل بين الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان وإمام عاشور، وإمام حتى الآن لسه مش جاهز صحيا بشكل كامل. الجهاز الفني حابب يكون إمام معاهم في القائمة، ولكن ده في حالة خروجه من قائمة المنتخب الأول. أشرف داري لا يريد الرحيل عن الأهلي، لكن الأهلي شغال على تسويق أشرف داري لأن إصاباته كتير ومش بيشارك بشكل منتظم مع الفريق، وكمان شاغل مكان أجنبي. شركة الكرة بالنادي الأهلي المصري ستكون واحدة من أبرز الجهات التي ستشهد تغيرات كبيرة عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة وتولي مجلس الإدارة الجديد مهامه رسميا. النادي الأهلي اتخذ خطوة فعلية بشأن ملف تجديد عقد جناحه حسين الشحات. تواصل بالفعل مع اللاعب خلال الأيام الماضية وتحدث معه حول تجديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين. لفتة إنسانية وظهور شريف. الأهلي يبدأ استعداداته لمباراة الإياب ضد إيجي النوار البورندي. ياسين مرعي ومصطفى العشي ومحمد مجدي قفشه وإمام عاشور وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب. الاتحاد السكندري يشكو حكم مباراة الأهلي ويطالب اتحاد الكرة بعدم وجود هذا الحكم لمباريات الاتحاد السكندري القادمة. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم القادمة: مصر أمام زيمبابوي يوم الاثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساء. مصر أمام جنوب أفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساء. مصر أمام أنجولا يوم الاثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساء. قريبا الكابتن محمود الخطيب في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي. محمد صلاح شعر بقلة احترام من المدرب أرن سلوت بعد إشراكه في آخر 16 دقيقة فقط، مما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين المدرب. عقب ذلك قام محمد صلاح بحذف صورته وجملة لاعب في ليفربول من حسابه على منصة إكس اللي هو تويتر سابقا. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 احتساب فريق بيراميدز خاسرا في اللقاء بنتيجة 2-0. إيقاف إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز 8 مباريات وتغريمه 10,000 جنيه. وإيقاف إسلام شكري يتم تنفيذه بجميع مباريات المراحل السنية لنادي بيراميدز بسبب احتجاجه على حكم المباراة وعدم الخروج من الملعب، مما أدى إلى إلغاء المباراة من قبل الحكم. تيشيرت النادي الأهلي في السوبر المصري 2025 بظهور شعار شركة هير بدلا من بنك أبو ظبي الأول مصر. الراعي الجديد هير هيبقى طول مدة بطولة السوبر المصري فقط، وهيرجع البنك تاني لمكانه. وهير عبارة عن شركة أجهزة كهربائية ومكيفات هوائية. الكاف يعلن إقامة قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم 3 نوفمبر المقبل بجنوب أفريقيا الساعة 2 ظهرا. الأهلي يواجه إيجي النوار البورندي في مباراة العودة في دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة اليوم السبت في تمام 8 من مساء اليوم. ترب مدرب الأهلي يستبعد محمد الشناوي للراحة ويضم شوبير وسيحة للقائمة، ويضم في خط الدفاع كل من ياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم وتريزيجيه وجراديشار وعبد القادر وشكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي قفشه ومصطفى العش وديانج وزيزو وطاهر وهاني وكوك. رابطة الأندية المصرية تقرر منع جماهير الأهلي من حضور مباراة بتروجيت في الدوري بسبب هتاف الزمالك أعلن إفلاسه إدعامه ليبيع هدومه. وتقرر رابطة الأندية توقيع غرامة مالية على فريق الأهلي قيمتها 150,000 جنيه، وإيقاف مروان عطية مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات، وإيقاف أحمد نبيل كوكا مباراة أيضا بسبب الطرد. وكيل المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي هداف الدوري السويدي يؤكد أن اهتمام الأهلي بالحصول على خدمات موكله شرف كبير، خصوصا أنه يعد واحد من أحد أعرق الأندية في القارة الإفريقية، لكن حتى هذه اللحظة لم يتواصل معهم أي مسؤول رسمي من داخل النادي الأهلي. وفي الوقت الحالي اللاعب يركز على إنهاء الموسم بشكل جيد، وهو لا يعرف ما سيحدث في المستقبل وإن كان سيتواصل معهم الأهلي أم لا. أحمد شوبير يحذر الأهلي قبل مواجهة إيجي النوار البورندي في مباراة العودة، ويطالب بضرورة منح المباراة الاهتمام الكافي لتجنب المفاجآت، خصوصا أن الفريق حقق الفوز بهدف واحد فقط ذهابا. ضياء السيد مدرب المنتخب السابق في تصريحات صادمة لمدافعي الأهلي لابد أن يدعم صفوفه في قلب الدفاع في يناير القادم بمدافع أجنبي مميز لحل الأزمة الدفاعية، لأن كل اللي موجود واللي جاي ويقال اسمائهم حاليا اقل من النادي الاهلي، والعش وياسين وبيكهام اقل من النادي الاهلي مع احترامي الكامل لهم. واشرف داري يلعب مباراة او مباراتين ويصاب 10 مباريات ومفيش غير ياسر ابراهيم بفضل خبراته، ولكن الراجل مش هيلعب لوحده، والمشكلة لن تعالج بالاسماء المحلية ولا بد من ايجاد مدافع اجنبي مميز. وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.